الحقيقة أمور صعبة جدا 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 على المنتخب العراقي، لكن للحقيقة هم عندهم روح وعندهم عزيمة وإصرار. هذا الشعب الرائع الجميل هنا طبعا بصوا حضراتكم مستمرين ومقتنعين تماما وعلى يقين تام ان الروح العالية لكرة القدم والرياضة الافضل لكل العالم، ورسالة من العالم من الشعب العراقي انه يعود ويستضيف بعد الاعداء وبعد الحروب. خرج النجم الكبير اللاعب الامريكي اللاعب جاستن ميرام. نهاية هذا اللقاء الدولي الودي الذي يجمع بين فريقين منتخب العراق ومنتخب يقطعها. انطلاق عن طريق علي عدنان، يا ولد العيب، يحطها في مكان ممتاز. حلوه الانطلاقه، على طول بينطلق، يحاول ان يبحث عن الثغره، ممكن العرضيه، عايز يعدي، فكر يمر، يلعبها لعلي عدنان. عدنان يصنع تاني على حدود منطقه الجزاء، لسه المحاوله قائمه. وادي الرأسية مين موجود؟ ضغط ومحاولات من وسط الملعب. انطلاقه من اجل الثالث، على طول عدنان يدور على مهدي العدنان، ولكن التألق يدخل في وسط الملعب، عايز يعدي، ينطلق، يخش على طول. بشار عايز يعدي، يلعب العرضيه، مين موجود؟ مفيش حد. الايطالي اللاعب الظهير الايسر علي عدنان النهارده يا جماعه عامل مباراه في قمه الروعه الحقيقه. 10 على 10 علي عدنان، خبره واداء واقتناص وارقام وحسابات وصانع العاب ممتاز جدا. هنا تغيير ملعب في مكان ممتاز، اخر ثواني ودقائق الشوط الاول الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. هنا محاوله كره بسيطه، لمسه الامام من جديد، ترجع الثاني عن طريق اقدام الزئبقي. ينجح كينيا من اجل التعادل. على طول اومودو، مايكل اولانجو يحطها في الشمال. عمر خميس الظهير الايسر، عمر خميس. نهايه الشوط الثاني الاخير. الحقيقه الشوط الثاني فريق منتخب كينيا افضل من منتخب العراق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.